هاي، كيفكن؟ أنا مشتاقة لكم كتير، إن شاء الله أنتم كمان تكونوا مشتاقين لي. مع إنه الموضوع اليوم دمه مش كتير خفيف، ومع إنه تخيلوا هيك بدنا ننسنس عن خالد مخلوف. خالد مخلوف يعني ما بعرف أنا هيك إنه هيدا يعني إنه شخصية حقيقية ولا شخصية خيالية ولا موجود ولا عنده هيك وحده بشغلها. يعني مين خالد مخلوف لحتى يقرر بلحظه من اللحظات انه يستغل اسامي شخصيات كبيره بالبلد حتى يوقعها ضحيه. واللي ضايقني اكثر مش انه الاسماء الكبيره اللي وقعت ضحيه هيدا الموضوع، هن حرين بحياتهم الشخصيه، حرين بيعملوا سايبر سكس، حرين بيعملوا تشات سكس، حرين يعني يعملوا اللي بدهم اياه، مع انه هن مش ناقصهم يعني يلجأوا للفيسبوك لحتى يتركوا الفيسبوك للناس المحرومه. بس المهم انا اللي زعجني كثير انه كيف قدر خالد مخلوف يوقع بين اثنين اعلاميين ويبلشوا ينهشوا ببعض وينهشوا بمصداقيه بعض. مشان شو؟ مشان واحد لا عارفين لا اساسه من راسه، لا كوعه من بوعه، لا الهدف اللي من وراه، لا في مين وراه. لانه مش قادره انا اقتنع انه هيدا الانسان قادر يعمل كل هالشي لوحده ومش خايفان. يا عم الزلمه على اساس يروح على القضاء مكلبج، واذ بقلنا هلو من برات لبنان، وبيحكي وبيتوعد وبيهدد وعندي وشرايط ومشايط، عنده شرايط عنده مشارايط. يا حبيب قلبي عندك قدم، ولا معلمك الكبير اللي وراك واللي فوقك مش عم بخليك، ولا عم بيصير في مفاوضات تحت الطاولة بينكم وبين هالاشخاص اللي هن يعتبروا ضحاياكم حتى ينستروا ويستروا حالهم ويستروا عيالهم. هدول العالم عندها اهل وعندها اولاد، عندها بنات، عندها ام، عندها اب، عندها معجبين. انه اوكي عملوا شيء بس بيعملوا كل واحد يا عمي انه وقفت عليهم هلا بس لانه والله اسمه شو معروف ولانه بيعرفوا مليار زلمه بالوطن العربي. طيب مو بيعرفوا مليار زلمه بالوطن العربي وقرر بلحظه هيك يطلع من ثيابه وبيعمل اللي بده يعمله. حدا له عليه؟ ولا يا مستر مخلوف حضرتك يعني متسلط عليهم؟ شكلك متسلط عليهم بالاسماء، وشكلهم زملائنا بالتلفزيون هالاعلاميين الاثنين عم يوقعوا هن اول ضحايا. بالعكس انتوا لازم تكونوا اعلى من هيك بكتير، بدل ما تضيعوا وقتكم تقعدوا تتشاتموا مع بعضكم. انت يا توني خليفه يلي بشوفك ثلاث ارباع العالم بمصر بينطروك مناطره ليحضروا برنامج القاهره والناس، بدك تجي توطي مستواك. لا واحد مثل هيدا لا يا توني انا ما بقبل لك اياها ولا ما بقبل لك اياها حتى لو كان سكوب. هلا زميلنا جو معلوف الله يوفقه بعده لسه بيقول خطواته بالال بي سي، بركي عم بجرب يعمل شيء انه غير عن غيره او غير المعتاد، انه الله يوفقه. بس اثنيناتهم والله انا شايفته قاعد هيدا مخلوف افندي وهو والثانيه هذا اللي عم يستاجرها قاعدين عم يضحكوا. شايفينهم قاعدين بدبي بعتقد قاعدين عم يضحكوا. انه عجو مبسوطين، عشو مبسوطين انتوا يا تلفزيونات؟ شو بدي بيه توني وبيجو يا ال بي سي ويا نيو تي في؟ عشو مبسوطين؟ عم تحطوا تروجوا يعني لهالقصص هاي؟ ما هالقصص كل يوم بتصير وكل دقيقه بتصير وكل لحظه بتصير. ما نكون عم بتجيبوا الشيء اللي ما انعمل او عم تجيبوا الطيحه مثل ما بيقولوا المساروي. ما انتوا عم تعملوا شيء كلنا فينا نعمله، سوري بالتعبير يعني. بس جربوا تعملوا شيء مفيد. الوضع هلا بالبلد مأساوي، عالم عم بتموت من الجوع ومن القهر ومن التعتير، مش ملاقيه تاكل. مش عم تعملوا برمي يا ايها الجديد ويا ايتها ال بي سي؟ مش كل يوم بتابعونا نشرة الاخبار المآسي؟ طب ما زي هالمآسي هيدي اللي كثير عم تحكوها بنشرات الاخبار، ولا بس لانه نشرة الاخبار بدنا نستغل انتين؟ استغلوها بالبرامج الثانيه، مش بس برامج الانسانيه اللي بتعملوها مره بالسنه لحتى تجيبوا لي كم الف دولار وخلصنا. لا يا عم استغلوها ببرنامج مشاهد مثل برنامج توني خليفه، او ببرنامج عم بجرب يثبت نفسه مثل برنامج جو معلوف. احكي جالس عال يا جو، انا
انا معك باللي عم تعمله، احكيه جالس. ايه معك حق، لازم تحكي جالس. احكيه جالس وبلش احكي عن غير شو اسمه هيدا، مخلوف. الاسم اصلا بيزعجني، مخلوف. باي.